النانو تكنولوجي دلوقتي كل العالم بينظر للاهداب على انها احدث واقوى من النانو تكنولوجي، لانها جهاز صغير جدا وبيقوم بوظائف غريبه جدا. وخلي بالك انا قلت دلوقتي ان احنا بنتحرك في الاهداب اللي هي الثابته اللي ما بتتحركش دي، اما بيحصل لها شيء في مرحله الجنين ممكن واحد يجيله تشوه، يعني ممكن الطفل يتولد راسه فيها ميه عشان الاهداب الثابته اللي في المخ من جوه المفروض تجاويف المخ والبطين بتاع المخ وتحرك السائل ما اشتغلتش كويس فيتجمع ويبقى كبير، او ممكن ينزل بعد الشهر ويبقى عنده مرض في الكلى متكيس، الكلى متكيسه تجي له هو مبلوط او دكتور احنا الحاجات دي عفوا نقدر نكتشفها والطفل جنين في بطن امه مثلا بالفور دي دلوقتي مثلا ممكن نقدر نعمل ده؟ ممكن والتفسير بقى ايه؟ عدم خلال مرحله الجنين الهدف اللي بقول لك عليه ده بيشتغل زي ما قلت جهاز استشعار او سنسور، بيقول يوري القطعه او النسيج جوه الجنين انت هتروح يمين ولا شمال، انت هتروح فوق ولا تحت، بيوجهه التحديد. غياب هذه المنظومه ممكن حاجه تضيع، ممكن الطفل يتولد عنده قلب على الناحيه الثانيه مش على الشمال، على اليمين. على اليمين قلبه يمين. 50% من امراض الاهداب اللي هي الثابته دي كلها ممكن يجي معاها مشاكل في الجيوب الانفيه، مشاكل في الرئه، مشاكل في عند الولد بعد كده للاسف ما يخلفش، او عنده فيها صعوبه في الخصوبه بعد كده او صعوبه في الحمل والكلام ده عشان الهدف ده ما كانش معمول كويس. وده خلينا ننظر نظره كبيره جدا للاهداب ونحترمها بشكل غير مسبوق، وهنمنع من هنا ورايح اي حد يدخن قدام واحده حامل. انت هتعمل لي ايه؟ انت هتفسد الاهداب، هتخرب لي الدنيا.